بقالك كتير بتتعلم ألماني ولسه لحد النهاردة عندك نفس المشكلة؟ كل ما تيجي تتكلم تحس الدنيا اسودت في وشك، يا مالها ضلمت كده ليه ما بقتش شايف؟ انا عندي نفس المشكله دي تعالى برضه. النهاردة أقول لك على شوية حاجات لو أنت عملتهم هتحسن الإكسبريشن بتاعك وتتكلم كأنك مولود في برلين. يلا بينا. أول حاجة هقولها لك، افتح بقك اتكلم. عشان تحسن الإكسبريشن بتاعك لازم تتكلم. سؤال مهم جدا بالنسبة لي لازم تسأله لنفسك وانت بتتعلم ألماني: أنا بتكلم كم مرة في الأسبوع؟ بتكلم كم مرة في الشهر؟ مؤخرا لقيت ناس كتير بعد عليهم شهور كاملة ما بتكلمش ولا كلمة بالألماني، وبعد كده يرجع يقول لك أنا عندي مشكلة في الإكسبريشن. ما طبيعي يا ابني ان انت عندك مشكلة في الإكسبريشن، هو انت اصلا ما بتتكلمش، يعني انت هتحسن حاجة ما بتعملهاش ازاي؟ يعني انت عايز تحسن مثلا الشرايبن هتكتب كتير، هيرن هتسمع كتير، ليزن كذلك. ما ينفعش تحسن حاجة ما بتعملهاش. يعني هي اللغة زي اللي بتعلم السواقة بالظبط، ما ينفعش تتعلم تسوق الا لما تخش جوه العربية وتجرب بنفسك وتشوف ايه اللي هيتم معاك وهتنفع فعلا في الموضوع ده ولا لا. فانت خد خطوة وابتدي، وده اهم خطوة دلوقتي، انك تتكلم تفتح بقك. ده مهم جدا. اول حاجه تحطها في عين الاعتبار بالنسبه لك، هتكلم مع مين؟ طبعا انت جه في بالك دلوقتي انت عمال تقول لي افتح بقك واتكلم، طب انا هتكلم مع مين؟ والله اقول لك حاجه واحده بس، خليك مرن. لو انت مثلا بتاخد كورس حاول تدور على حد يكون مستواه نفس مستواك، ده مستحب عشان حتى يكون الجيشبريش بينكو يعني قريب شويه، او على الاقل يكون نفس مستوى تفكيرك. يعني حتى لو مش متفاهمين في اللغه تبقوا متفاهمين بره اللغه عشان تعرفوا تتكلموا مع بعض يعني. طيب لقيت شخص معين واتكلمت معاه، فده هتبقى حاجه كويسه جدا، هيساعدك في اللي انت تحسن اللغه. اختاروا مواضيع مثلا او اشتروا اين في حاجه تتكلموا على اي حاجه معينه، يكون في محتوى كويس بتتكلموا فيه، ومع الوقت هتلاقي فعلا الموضوع دوت مفيد جدا. وعن تجربه كل الناس اللي كانت بتتكلم مع جيشبريش بارتنر استفادوا كتير وهم بيتعلموا. فده خلي ده رقم واحد بالنسبه لك. طيب انت ما لقيتش حد معاك في الكورس، او بمعنى صح الناس اللي معاك في الكورس، يا عم ده انا قاعد معايا جروب الناس دي اصلا انا هموت واخلص الكورس عشان ما اتعاملش معاهم. يا ربنا، يا رب بقى اخلص من الكابوس ده. طبعا في ناس كتير عندها الموضوع دوت، وانا يعني عارف ناس كتير قالت لي الكلام دوت، فمش مستغرب لما حد بيفكر نفس التفكير. خلاص مش عاجبك حد من الكورس، دلوقتي عندك السوشيال ميديا، عندك جروبات كتير على الواتساب، جروبات على التليجرام، كلوب هاوس. خش في اي محادثه موجوده انزل ارض الملعب، شوف نفسك ايه اللي هيتم، اتكلم واغلط. الحاجات دي هتعلمك حتى لو انت مش كويس في الاول، وده الطبيعي لانك لسه بتبتدي. فهتلاقي بعد كده مع الوقت واحده واحده الموضوع بيتحسن. فانت ابتدي وان شاء الله هتلاقي كده في نتيجه. طيب انت دلوقتي لا لاقي حد تتكلم معاه في الكورس، ولا لاقي حد على السوشيال ميديا، ولا نافع معاك اي تطبيق خالص، ومش لاقي حد، ما لقيتش حد خالص تتكلم معاه، تعمل ايه؟ اتكلم مع نفسك. يعني مش لاقي حد خالص، اتكلم مع نفسك. اقف قدام المرايه، حاول كده تتكلم، شوف انت بتعرف تنطق الكلام، بيبقى في صعوبه وانت بتتكلم ولا الموضوع واخده بسلاسه وبسيط. او اعمل حركه جميله خالص لو انت لسه مبتدئ، سجل لنفسك. انا شخصيا عملت الطريقه دي. اول بريزنتاسيون عملته كنت في الهاتسفاي، رحت مسجل لنفسي البريزنتاسيون وسمعت نفسي، وللامانه يعني اول ما سمعت نفسي قلت ايه القرف دوت. ايه القرف ده يا جدعان، في ايه؟ انا مش مكمل في الموضوع دوت. طبعا كان في غلطات كتيره، وتحس ان صوتك تحس ان انت حافظ مش فاهم. فالموضوع دوت لفت انتباهي لحاجات كتير. يعني اول حاجه ان انت بتتكلم من غير مشاعر، وانت لسه في البدايه بتتكلم حافظ كلمتين عايز تدبهم وخلص وانجز، فتلاقي نفسك الكلام مش مفهوم او مش محسوس. ودي نقطه مهمه جدا جدا لازم تحطها عين الاعتبار وانت بتتعلم اي لغه. حاول تحس الكلمه اللي انت بتتكلم بيها، تتكلم الكلمه فعلا تعبر عن اللي انت بتقوله. يعني مثلا لو انا دلوقتي بقول ich bin glücklich، نفس الرياكسيون دوت من غير ما اضحك او مش باين على انا فرحان، فانت هتلاقي الموضوع مختلف. او واحد تاني مثلا بيجي يعمل محادثه فيقول لك في جيتس ديا، ويروح معلي صوته كده ويقول لك ميا جيتس وود،
بس تحس ان الكلام مش راكب. يعني انا بقول لك ازيك، فاقول لك ازيك، وبعد كده اروح مقطع او اتكلم بطريقه اللي هي مش ماشيه مع الكلمه خالص. فانت حاول الكلمه اللي تقولها وانت حاسس بيها. يعني حتى انا لاحظت مؤخرا ان في ناس مستواها اتس فاي بتتكلم احسن من ناس مستواها بيتس فاي، عشان في نقطه مهمه جدا لازم تعرفها. لو انت قدامك خيارين، تتكلم كويس بأوسسبراخة كويسه بجفيله وده امتسيونال، ولا تتكلم بسرعه وتغلط، تختار ايه؟ انا بالنسبه لي لو انت اتكلمت بوضوح، الكلام واضح، وبتتكلم ببطء شديد، الناس هتفهمك وهتبقى حابه تسمعك. هو اصلا طبيعه الناس، في ناس عموما طبيعتها حتى وانت في العربي هتلاقيها بتتكلم واحده واحده، ما بتتكلمش بسرعه. فانت لما بتتكلم واحده واحده ده عادي جدا، ما فيهوش اي مشكله. انت مش داخل مسابقه، انت بتتعلم. انا لحد الفيديو اللي انا بعمله لك دلوقتي انا بتعلم معاك. فانت لازم تحط في عين الاعتبار ان انت بتتعلم لغه جديده. امشي واحده واحده وعلى مهلك، وحاول تتكلم صح، تنطق صح، وتبقى فاهم الكلام اللي انت بتقوله. ازاي تعرف النطق بتاعك فعلا هو النطق الصحيح؟ تعال اقول لك على حاجه تعملها، ودي يعني دي الخلاصه. يعني مؤخرا مثلا كذا حد يكلمني يقول انا كنت عند هير الفلان الفلاني، وبعد كده رحت لفراو فلان الفلانيه فقالت لي انت بتنطق غلط. والموضوع عامل زي الناس اللي بتبقى رايحه الجيم مثلا، اقول لك انت بتلعب غلط، كل ما تعمل حاجه اقول لك انت بتلعب غلط، انت بتلعب غلط. طب يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. اعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. اعمل الصح. انا سمعتك. اعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. ايه هو الصح في الموضوع دوت؟ انا بالنسبه لي دي لغه، يعني انا دلوقتي باخد لغه الماني، فانا الفيصل بالنسبه لي اللي هو الموتاشبراخلا. بتكلمه ازاي؟ اكيد الراجل اللي هو اتولد في البلد دي، او الراجل اللي هو صاحب البلد، اكيد يعني انت الهير اللي عندك او الفراو اللي عندك مش هتتكلم احسن منه. يعني لو انت سمعتها من حد الماني قالها كده، او يعني من ناس كتير، يعني بلاش نقول حد برضو عشان في ناس في كذا ولايه بقى فيها ديالكت، وده موضوع مختلف تماما. بس انا بتكلم دلوقتي على الهوخ دوتش، الناس اللي بتتكلم هوخ دوتش. لو لقيت فلان الفلاني الهير دوت قال لك الكلمه دي غلط، وانت سمعتها في محادثه سواء على اليوتيوب او على اوديو من اللي انت بتاخده في الكتاب اللي انت بتتعلم منه، ولقيت ان الموتاشبراخلا بيقولوا كذا، فخلاص يبقى هم اللي صح مش الهير. يعني هو الماني، يعني دي لغته، دي اللغه بتاعته، هو ما مش بيجود او هو بيعلى عليك، هو طبيعته كده. طيب انت دلوقتي بتاخد من يكن مثلا كتاب منشن، ولا بتاخد من اسبكتا نوي، ولا بتاخد من اي كتاب، عندك كذا اوديو، انت بتسمع الحاجات دي وبتشوف الكلام التكست تقراه وبتراجعه واحده واحده. لو انت عندك مشكله في كلمه معينه وعدت عليك وانت بتذاكر، كررها كذا مرة لحد ما تفهم الصح ايه والنطق الصح ايه. خليك فاكر دايما ان اي حد اتعلم لغة جديدة هو ما اتولدش بيتكلم اللغة دي. فانت دلوقتي لو انت بتتكلم وبتغلط وزعلان انك بتغلط، يا حبيبي عادي جدا، يعني هو ده العادي انك تتكلم وتغلط. الغلطات دي هتعرفك مشاكلك ايه وانت محتاج تشتغل على ايه. فانت اغلط واغلط واغلط، يعني عادي، ايه المشكلة؟ هو كل اللي اتعلم قبلك حصل معاه كده، يعني مفيش حد اتعلم اتولد منه لنفسه كده، دخل اتكلم اي لغه ما حصلوش غلطات، لقى نفسه تمام. فده الطبيعي، هو الطبيعي ان في غلطات. فانت خلي الموضوع ده بالنسبه لك عادي، خليك مرن كده واحده واحده. ولو انت بتتكلم وعندك اخطاء برضو، فانت احسن من واحد تاني ما بيتكلمش. يعني في ناس بتقعد شهر 2 3 4 5 مستني يجمع يعني الفوت شاتس اللي في العالم كله والافكار اللي في العالم كلها عشان لما يتكلم يبقى شكله حلو. هو عايز يبقى بيرفكت، ففي الاخر ما بيتعلمش حاجه خالص. حضرتك فاهم؟ لا مش فاهم. يبقى هتفهم. بيفضل زي ما هو ما اتكلمش، والشهر بيجيب 2 بيجيب 3 بيجيب 4، ولا نفسه في الاخر ضيع وقته على الفاضي. فانت اعمل اللي عليك، ويعني قليل نافع خير من كثير متقطع، او بالالماني فينيجا است مير. فانت يعني هتبتدي واحده واحده، محدش بيجري وراك، احنا مش في مسابقه. انت اكيد داخل بتتعلم اللغه دي او عايز تحسن الكلام بتاعك عشان عندك هدف معين، وليكن مثلا سفر او اي غرض ما. فانت اعمل اللي عليك وتوكل على الله، وان شاء الله ربنا يكرمك ولغتك هتتحسن. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لكم التوفيق جميعا.